بالأول ما في دخول على المدرسة، وثانيا ما معنا مصاري نعيش، والإيجار البيت ما عم نقدر ندفعه. في بعض الإخوة السوريين بسبب عدم وجود مصدر رزق لهم عم يحاولوا يتجهوا اتجاه الجمعيات، وهذا الأمر يعني صعب عليهم جدا جدا. لأنه هون لا بتعرف حدا وما بتعرف يعني منين بدك تدبر حالك، وأنا مصاب ما بقدر أشتغل أساسا يعني. جوزي ضل بسوريا وأنا هون هلا أنا وأولادي، وما في حدا يعني بدق علي الباب يعطيني ربطة خبز. والله أنا ما اشتغلتش لسه، يعني أنا بحاول ألاقي فرصة عمل تناسبني، يعني ما في الفرص العمل كلياتها اللي بدك تشتغل دوبها تكفيك أكل بس، وين الأجار وين الحفاضات يعني. الدرجة الأولى مثلا بالخط الفقر في عندك الأسر اللي بدون معيل، يعني اللي اجت على مصر مثلا مثلا أم وأولادها من غير معيل. جد محتارة أنا شلون بدي أعيش أنا وأولادي، أنا ماني متعودة، أنا كنت متعودة يعني بسوريا كل شيء بيجي من عند مني، لكن هلا متحملة مسؤولية الأب والأم بالبيت. بدك تعيش على الفتافيت اللي إذا تكرموا علينا العالم تمام الجمعيات تمام يعطوك إياها. بزيادة أعداد السوريين الكبيرة اللي شهدتها مدينة 6 أكتوبر نجمت عنا أزمة تعليمية. بدهم على كل ولد 100 جنيه بالشهر، وبدهم مواصلات 100 جنيه، بدهم 600 جنيه كل شهر. عندي 3 أولاد بالمدارس أنا. المشكلة الصحية عندنا هون في مصر كثير من العائلات خرجت في معها مثلا أمراض مزمنة أو أمراض بحاجة لدواء، حتى علاج دواء هيك ما في. يعني بدي اروح هلا كمان كل جمعيه بروح بسجل فيها وبيقولوا لي اكتفينا اكتفينا، يعني عنا صار العدد كفايه. طيب انا وين نروح؟ المدارس ضربوها، وحتى بيتنا ضربوا، وانسرقوا كل الأشياء من الأغراض. زواج السوريات من المصريين مو موجود بالشكل الكبير أو المروج له في وسائل الإعلام. فيني أنا أعتبرها شائعة. أتمنى أرجع لبلدي. مستعد موت، خليني موت بس خليني أرجع. استنى اللحظة أرجع فيها بلدنا بإذن الله عز وجل. أرجع سوريا.